تخيل معايا إنك صحيت الصبح ولسه اليوم بيبدأ. بدل ما تمسك الموبايل وتدخل على تيك توك وإنستجرام وتفضل ساعة كاملة بتشوف حياة الناس، أنت قررت إنك تبدأ يومك لنفسك. تقوم من السرير، تشرب مية، ترتب سريرك، تحرك جسمك، تاخد وقت هادي مع نفسك وتحدد بالظبط إيه اللي عايز تنجزه النهاردة. يمكن الكلام ده يبان بسيط جدا، لكن المشكلة إن معظم الناس بتستهين بالحاجات الصغيرة. إحنا دايما بندور على التغيير الكبير. عايز جسم أفضل؟ ندور على أقوى تمرين. عايز فلوس؟ ندور على أسرع طريقة. عايز ننجح؟ ندور على سر النجاح. لكن الحقيقة إن حياتك ممكن تبدأ تتغير من أول ساعة في يومك، لأن الطريقة اللي بتبدأ بيها صباحك بتأثر على تركيزك، مزاجك، إنتاجيتك، وحتى القرارات اللي هتاخدها باقي اليوم. وعشان كده في الفيديو ده هنعمل مع بعض الصباحية المثالية خطوة بخطوة. مش روتين خيالي محتاج تصحى الساعة 4 الفجر، ومش هقولك لازم تعمل 20 حاجة كل يوم. هنبني روتين بسيط واقعي وتقدر تستمر عليه. أول خطوة، متبدأش يومك بالموبايل. أول غلطة ناس كتير بتعملها إن أول حاجة إيدها بتروح لها الصبح هي الموبايل. تفتح الشاشة، تشوف إشعار، بعدها فيديو، بعدها فيديو تاني، وبعد 5 دقايق تلاقي نفسك دخلت في عشرات الفيديوهات. المشكلة مش في الموبايل نفسه، المشكلة إنك خليت شخص تاني يقرر لك أول حاجة تفكر فيها في يومك. أنت لسه صاحي، دماغك لسه بتبدأ، وأول حاجة بدخلها هي محتوى عشوائي. عشان كده حاول تخلي أول فترة من صباحك ليك أنت. مش لازم تمنع الموبايل طول اليوم، فقط أول فترة. قوم من السرير، افتح الشباك، رتب سريرك، اغسل وشك، وابدأ يومك بهدوء. هتتفاجئ قد إيه الإحساس ده مختلف. الخطوة الثانية، اشرب مية وابدأ تنشيط جسمك بعد النوم. جسمك محتاج يبدأ يتحرك، فاشرب مية وبعدها اغسل وشك وابدأ تتحرك. مش لازم تعمل تمرين ساعة، ممكن تعمل إطالات بسيطة، ممكن تمشي شوية، ممكن تعمل تمارين خفيفة. المهم إنك تخرج جسمك من حالة الخمول. الفكرة هنا مش إنك تعمل إنجاز رياضي ضخم، الفكرة إنك تقول لنفسك اليوم بدأ وأنا بدأت معاه. الخطوة الثالثة، رتب سريرك. ممكن تقول هو ترتيب السرير هيغير حياتي؟ طبعا مش بالمعنى الحرفي، لكن الفكرة أكبر من السرير. أنت أول ما تصحى عندك فرصة تعمل أول مهمة صغيرة في يومك. رتب السرير، نظم المكان اللي حواليك، خلي الغرفة شكلها مرتب، لأن البيئة اللي حواليك بتأثر على طريقة تفكيرك. ولما تبدأ يومك بإنجاز صغير بتحصل على إحساس إنك بدأت تتحرك بدل ما تفضل في مكانك. الخطوة الرابعة، خد شوية هدوء. مش لازم كل صباح يكون مليان أصوات، مش لازم موسيقى، مش لازم فيديوهات، مش لازم كلام. خد كام دقيقة في هدوء. اقعد مع نفسك، فكر أنا عايز أعمل إيه النهاردة؟ إيه الحاجة اللي لو خلصتها هكون راضي عن يومي؟ إيه الحاجة اللي لازم أبطل أضيع وقتي فيها؟ الهدوء ده بيساعدك تبدأ اليوم وانت عارف انت رايح فين. الخطوة الخامسة، اكتب أهدافك. هات ورقة وقلم واكتب 3 حاجات فقط، مش 20 هدف. 3 حاجات، مثلا أخلص مذاكرة الفصل ده، أتمرن، أخلص الشغل اللي ورايا. ليه 3؟ لأن لما تكتب قائمة طويلة جدا ممكن تحس إن اليوم مستحيل يخلص، لكن لما يكون عندك 3 أهداف واضحة بتعرف بالظبط إيه المهم. وافتكر، مش المهم إنك تعمل حاجات كتير، المهم إنك تعمل الحاجات المهمة. الخطوة السادسة، اقرأ أو اتعلم. خصص حتى 5 10 أو 20 دقيقة للتعلم. اقرأ كتاب، اتعلم لغة، شوف درس، اقرأ مقال، اتعلم مهارة. المهم إنك تضيف حاجة لعقلك. تخيل لو كل يوم اتعلمت حاجة بسيطة، بعد شهر هتكون اتعلمت عشرات الأشياء. بعد سنة انت مش نفس الشخص اللي كنت عليه من سنة. التغيير مش بيحصل في يوم، لكن بيحصل لما تكرر الحاجة الصح لفترة طويلة. الخطوة السابعة، حرك جسمك. جسمك جزء من حياتك، وعشان كده متخليش يومك كله قاعدة. لو بتتمرن في الجيم ممتاز، لو مش بتتمرن ابدأ ببساطة، ماشي، جري خفيف، تمارين وزن الجسم، إطالات. أي حركة أفضل من إنك تفضل ثابت طول اليوم. والهدف مش إنك تكون بطل رياضي في أسبوع، الهدف إنك تبني عادة، لأن الجسم القوي مش بيتبني من تمرين واحد، بيتبني من التزام طويل. الخطوة الثامنة، اهتم بنفسك بعد الحركة. جهز نفسك لليوم، دش، غسيل أسنان، ترتيب شعرك، لبس نظيف. اهتم بمظهرك، وده مش غرور. لما تهتم بنفسك انت بتقول لنفسك انك شخص يستحق الاهتمام. ومش لازم تكون لابس أغلى هدوم، المهم تكون نظيف ومرتب ومرتاح في نفسك. الخطوة التاسعة، الفطار. بعد ما تبدأ تتحرك جهز وجبة مناسبة ليك. مش لازم فطار معقد،
اختار حاجة تناسب احتياجاتك، ممكن بيض، شوفان، زبادي، فاكهة، خبز، أو أي وجبة متوازنة تناسبك. والأهم، متخليش الأكل أول حاجة تعملها وانت ماسك الموبايل. حاول تاكل وانت مركز في أكلك. الخطوة العاشرة، متخليش السوشيال ميديا تسرق صباحك. دي من أهم النقاط. السوشيال ميديا مش لازم تكون عدوك، لكن لو انت بتفتحها أول ما تصحى ممكن تسرق منك وقت وتركيز من غير ما تحس. تدخل تشوف فيديو واحد تلاقي نفسك شفت 30. تدخل ترد على رسالة تلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات من غير هدف. عشان كده خلي عندك وقت محدد للسوشيال ميديا، انت اللي تستخدمها مش هي اللي تستخدمك. الخطوة 11، ابدأ بأهم مهمة بعد ما خلصت روتينك. متفضلش مستني، ابدأ. لو عندك مذاكرة ذاكر، لو عندك شغل اشتغل، لو عندك مشروع ابدأ فيه، لو عندك حاجة مأجلها واجهها. لأن أكبر مشكلة مش إننا مش عارفين نعمل إيه، المشكلة إننا بنأجل، بنقول هعملها بعدين، بكرة، الأسبوع الجاي، لما أكون فاضي. لكن الوقت مش هيستناك. ابدأ حتى لو مش جاهز 100%. الخطوة 12، متستناش تكون متحمس، ودي نقطة مهمة جدا. ممكن تصحى يوم وتكون متحمس جدا تعمل كل حاجة، اليوم اللي بعده مش عايز تعمل أي حاجة، وده طبيعي. عشان كده متبنيش حياتك على الحماس، ابنيها على العادة. يعني حتى لو مش متحمس اعمل الحد الأدنى. مش قادر تتمرن ساعة، تمرن 15 دقيقة. مش قادر تقرأ 30 صفحة، اقرأ 5. مش قادر تشتغل 3 ساعات، ابدأ ب20 دقيقة. المهم انك متقطعش السلسلة. الفرق بين الشخص العادي والشخص المنضبط، الشخص العادي بيعمل الحاجة لما يكون عايز، لكن الشخص المنضبط بيعملها لأنه قرر يعملها. وده فرق ضخم. لو كل مرة مستني فيها نفسك تكون في أفضل مزاج مش هتنجز كتير. لكن لما تتعلم تعمل اللي عليك حتى في الأيام الصعبة هتبدأ تبني شخصية مختلفة. مش لازم تكون مثالي، لكن لازم تكون مستمر. مثال لصباحية مثالية، تعالى نعمل مثال بسيط. تصحى الساعة 7، 7 تقوم من السرير ومتفتحش الموبايل. 7:05 تشرب مية وتغسل وشك. 7:10 ترتب السرير والغرفة. 7:05 حركة وتمارين خفيفة. 7:30 دش وتجهيز. 7:50 فطار. 8:10 تكتب أهم 3 أهداف. 8:20 قراءة أو تعلم. 8:40 تبدأ أهم مهمة عندك. لاحظ حاجة مهمة جدا، الروتين ده مش سحري. مش هتصحى تعمله مرة وتتحول لشخص ناجح، لكن لو عملته باستمرار هتبدأ تبني نظام. والنظام هو اللي بيساعدك لما الحماس يختفي. وأهم حاجة، متحاولش تقلد روتين شخص تاني. مش لازم تصحى الساعة 4، مش لازم تاخد دش ساقع، مش لازم تجري 10 كيلومترات، مش لازم تقرأ كتاب كامل كل صباح، مش لازم تعمل كل العادات اللي بتشوفها على الإنترنت. اختار اللي يناسب حياتك، لأن أفضل روتين صباحي مش هو الأكثر تعقيداً. أفضل روتين هو اللي تقدر تستمر عليه. تخيل نفسك بعد 6 شهور، تخيل إنك بدأت من بكرة. كل يوم بتصحى وتعمل حاجات بسيطة، بتقلل استخدام الموبايل، بتتمرن، بتتعلم، بتشتغل على أهدافك، بتنظم وقتك. في البداية مش هتحس بفرق كبير، بعد أسبوع فرق بسيط، بعد شهر هتبدأ تلاحظ، بعد 3 شهور الناس ممكن تبدأ تلاحظ، وبعد 6 شهور ممكن تبص لنفسك وتقول أنا فعلا اتغيرت. مش بسبب صباح واحد، لكن بسبب مئات الصباحات الصغيرة اللي قررت فيها تعمل الصح. النهاية في النهاية، الصباحية المثالية مش معناها إنك تعمل كل حاجة صح، مش معناها إنك تصحى كل يوم الساعة 5، ومش معناها إنك تكون منتج 24 ساعة. الصباحية المثالية بالنسبة لي هي إنك تصحى وتقرر إن أول جزء من يومك هيكون ملكك أنت. بدل ما الموبايل يقرر تفكر في إيه، أنت تقرر. بدل ما اليوم يسحبك في كل اتجاه، أنت تحدد اتجاهك. وبدل ما تستنى التغيير يحصل، أنت تبدأ تصنعه. ابدأ بكرة بحاجة واحدة فقط، متغيرش حياتك كلها في يوم، غير أول ساعة، وبعدها كررها. وبعد فترة هتكتشف إن أول ساعة من يومك كانت بداية تغيير أكبر بكتير مما كنت متخيل. ولو عايز تبدأ معايا من بكرة، اكتب في التعليقات هبدأ من بكرة.